طيب تعالى اقول لك على اكبر كدبه كلنا بنضحك بيها على نفسنا. اشتري عربيه عشان تحافظ بيها على فلوسك. العربيات يا جماعه عمرها ما كانت مخزن للقيمه، العربيات دي محفظه مخرومه بنصرف فلوسنا واحنا بنضحك. الناس بتفرح ان العربيه اللي جابتها بمليون جنيه بقت بمليون ونص، وبينسوا تماما ان المليون ونص دول مش هيجيبوا لك نفس العربيه دي النهارده وهي زيرو. طيب في لغه البيزنس واداره الاساطيل، العربيه اصل قيمته بتقل من اول ما بتدور بالمفتاح من الاخر. انت مش كسبان، كل الحكايه ان خسارتك متداريه ورا تضخم السوق. واللي بيوجعني بجد الشخص اللي بيشتري العربيه تحت بند الاستثمار، بيخاف يركبها، بيخاف يمشيها، بيخاف يمتع نفسه بيها عشان بس البند بتاع سعر اعاده البيع، فبيتحول من مالك عربيه لحارس مخزن عند المشتري اللي هيجي يشتريها من بعد عشان تسلمها لغيرك فابريكا وهو اللي يا جماعه العربيه وسيله لانتاج القيمه مش مخزن للقيمه. اشتري العربيه اللي تخدم شغلك وتوفر وقتك تحمي حياتك. لو عايز تستثمر، لا، في ألف باب تاني ممكن تستثمر فيه غير صفيح بيصدي ومصاريفه ما بتخلصش. قولوا لي بقى في الكومنتات، انتوا من مدرسة تركب وتمتع ولا من مدرسة تسيبها في الجراج عشان تتباع غالية؟ عايز اشوف خناقة في الكومنتات. بس افتكروا دايما ان مش كل قرار صح هو قرار ذكي، ومبروك مقدما.